بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه طبعا هبدأ كلامي. كلنا سنحاسب أمام الله، هنتحاسب حساب عسير على اللي بيحصل في شباب النهاردة. الشباب مش عارف يتجوز، الشباب بيضيع، محدش عارف يتجوز. الغلا، والأب النهاردة بيطلب لبنته حاجات لا تطاق، يعني فوق طاقة الشاب اللي جاي يتجوز. يا أخي طالما هو متدين وعارف ربنا وهيحافظ على بنتك، اكتب جايمة ب1,000,000 جنيه، ما عندكش مشكلة. احفظ حق بنتك. والنهاردة القانون في صف الزوجة، القانون النهاردة مع الزوجة مش ضدها. الرفعت خلع بتاخد حقها، ان اتطلقت كده بتاخد حقها. يا جماعة احنا فين من ربنا؟ احنا بعدنا ليه عن ديننا؟ بعدنا ليه عن ربنا؟ ليه عاوزين نقطع في بعض؟ ليه عاوزين ناكل بعض؟ ليه عاوزين كل واحد عاوز يقابل التاني يدوس عليه؟ ليه؟ الشباب النهارده مش عارف يتجوز. الشباب النهارده اتجه للحرام، اتجه للمخدرات، اتجه للطرق الغير شرعية بسببنا احنا، بقلة ديننا احنا. انا مش عارف فين الوعاظ، فين ائمة المساجد اللي بتطلع تقول قال الله وقال الرسول؟ مش اما توعوا الناس ليه في المساجد ان هي تتقي الله في بعض؟ مش اما تقولوا ليه حرام؟ مش اما تقولوا ليه ارجعوا لربنا؟ مش انت الكلمتين بتوعك المختصرين في الورقة؟ مش فاهم انا، انت كواعظ او كامام مسجد ايه دورك؟ ايه دورك؟ اسمك واعظ ازاي؟ او اسمك امام مسجد ازاي؟ فين دورك؟ انت فين دورك من الناس؟ المفروض تطلع توعي وتقول كده غلط. نخفض على بعض ونحافظ على بعض ونرحم بعض شويه. النهارده الغلا فاحش والناس مش عارفه تعيش. لا الشاب عارف يعمل شقه، ولا عارف يجيب ذهب، ولا عارف يجيب كسوه، ولا عارف يجيب بتاع ده، اللهم صل على سيدنا محمد، ولا عارف يعمل فرح، ولا عارف يعمل اي حاجه. مطلوب منه بتاع ده كسوه ب80,000 ولا 60,000، مطلوب منه ذهب لا يقل عن بتاع 100,000، ومش هيطلع بتاع 30 جرام ولا 25 جرام. مطلوب منه حاجات فوق الطاقة بتاعت الأب والأم. ما أنت برضه هيبقى عندك ابن هيتجوز بكرة وبعده. عاوزين نتقي الله في بعض، حرام عليكم اللي بنعمله في بعض احنا ده. احنا مش راحمين بعض، يبقى ربنا يرحمنا ازاي؟ ربنا يرحمنا ازاي؟ وهنجيب العاب عند الدولة. الدولة قالت لك هات كسوة ب80، الدولة قالت لك هات دهب ب100,000، الدولة قالت لك هات مش عارفة بس ايه، الدولة قالت لك اعمل لي فرح يكلف 150,000 في قاعة. لا يا حبيبي، الدولة ما قالتش كده. احنا شايفين ان في غلا وشايفين ان في دفع وبتاع والكلام ده كله. نرحم بعض، احنا نخاف على بعض. ان ما كناش احنا نخاف على بعض ونحب بعض ونرحم بعض من اللي احنا فيه، مين هيرحمنا او مين هيخاف علينا؟ مين هيرحمنا ومين هيخاف علينا؟ لكل اب ولكل ام، اتقوا الله في عيالكم. الشباب النهارده بيضيع، الشباب اتجه لطرق غير شرعيه، للمخدرات، للحرام. وديكم شايفين كل يوم اما نسمع قصه شكل، كل يوم اما نسمع قتل، اما نسمع سرقه، اما نسمع موت، اما نسمع كل يوم اما نقوم على مصيبه شكل بسببنا احنا، مش بسبب حد تاني. والله العظيم العيب فينا احنا، العيب فينا احنا مش في حد تاني. لا تقول لي حكومه ولا غير حكومه ولا العيب فينا احنا. احنا اللي لما ناكل في بعض، احنا اللي لما ندمر بعض، احنا اللي لما نموت بعض. الحكومه دورها مقتصر على الاسعار والغلو والحاجات دي كلها، انما مش مقتصر. الحكومه عندك، الحكومه مش لما تيجي تجبرك ان انت تجيب ذهب لبنتك ب150,000. الحكومه مش لما تقتصر ان هي تجيب لك تقول لك روح اتفق على كسوه ولا مش عارفه بصيرها ب60 ولا 70. هيجيب لك منين العريس النهارده عشان العريس يفرش شقه؟ مش هقول لك ان هو الشقه بتاعته، يا اخي هيتاجرها. تروح تطلب منه غرفه اطفال وتطلب منه 2 نيش، ان شاء الله ينيشك عيار، ينيشك انت وهو. هتعمل بيها النيش غرفه اطفال؟ الطين خلف عشان تجيب غرفه اطفال؟ ما غرفه النوم كفايه. والسوق بتاع الانتريه لا لها داعي سفره، وما ناكل على الارض وما ناكل على الطبليه. طول عمرنا احنا طالعين على الارض، طول عمرنا احنا لما نطلع على الطبليه وما ناكل على الارض. افرش يا اخي ورقه وسفره ويتطفح ياكل. ايه سفره وايه مش عارف 2 نيش ولا نيش ومش عارف
يروح يجيب له غرفه اطفال ليه؟ ليه؟ ما تخليهم يتطينوا ويتجندلوا بكره وبعد يبقى يجيبوا هم. ليه دمرتوا الشباب وضيعتوا الشباب ليه؟ احنا مش هنرحم بعض ليه؟ لحد امتى هنفضل كده؟ ارحموا بعض شويه، والله هنتحاسب حساب الملكين. هتتحاسب على الشباب المدمر، الشباب اللي مش عارف يرتاح. النهارده الشباب اما ينتحر، اما يشرب مخدرات، اما يموت نفسه لان الدنيا باظت. مفيش هيجيب منين، لا عارف يعمل شقه، ولا عارف يجيب ذهب، ولا عارف يجيب كسوه، ولا عارف يفرش شقه، ولا عارف يعمل فرح، ولا عارف. واهله كتر خيره، اهله هيكفوا على العيال اللي في المدارس دروس ومصاريف واكل وشرب، ولا غاز ولا كهرباء ولا هيجوزوا الباشا. خلينا نرحم بعض شويه عشان ربنا يرحمنا. حرام عليكم، اتقوا الله في بعض. انا من خلال منبري هذا، من خلال الفيديو ده، بناشد كل خطيب وكل امام مسجد، اتقوا الله في المكان اللي بتقفوا فيه، مكان الرسول عليه الصلاة والسلام. انتوا بتقفوا مكان الرسول وبتعظوا الناس، اتقوا الله. اطلع على المنبر وقول نرحم بعض ونخاف على بعض. خففوا المهور، خلي الشباب يتجوز. اقتصرتوا كلمتينكم على الوراق اللي بتجيلكم، ما حدش هيذبحك. قول يا عم خلينا نخاف على بعض. مين هيديك عيار؟ او مين هيكلمك؟ يا عم قول نخاف على بعض ونحب بعض. الشباب اتدمر النهارده، اتجه للمخدرات والانتحار واديكم شايفين كل يوم اما نسمع 3 4 شباب ماتوا، كل يوم 3 4 شباب ماتوا، ان كانوا واد ولا بنت. والشباب بيتجه للحرام. كل ده في رقبتك انت كواعظ، وفي رقبتي انا كمسؤول، وفي رقبه اب وام، في رقبه كل واحد فينا. الشاب اللي بيموت ده اقسم بالله في رقبه كل واحد فينا، احنا اللي نتحاسب عليه. ليه نعمل في بعض كده؟ وليه نيجي على بعض؟ وليه ندوس على بعض؟ نخفف شويه، بدل 60,000 الكسوه نجيب ب 10,000 ب 15,000. هي ان جابت لها طقم ولا 2 تبقى تجيب هو بكره وبعده. مش لازم اعبي واطلع ب20 عربيه قدام اهل البلد واطبل وزغرط وارقص، وبعد ما تطلق تجي لي بنص عربيه. مش ما تحصل نص عربيه وهي جايه لي. حرام عليكم، اتقوا الله شويه. اكتب جايمه ب1,000,000 جنيه عليه وحقها هيجي لها في المحكمه. انما اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل؟ حرام عليكم، حرام. نرحم بعض شويه، اتقوا الله هتتحاسبوا. ده كلها ان كنت كملت 60 سنه ولا 70 سنه هتغور الجبر وربنا هيجلي عينيك. استحملوني بقى ان كنت غلطت في حد، فانا الواحد منفعل على الشباب، الواحد زعلان على الشباب والله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.